بتحكي قصة فيلمنا النهاردة قبل 100 سنة وظهور مجموعة من العمالقة اللي قلبت حياة البشر لفوضى، وكانت العمالقة بتهدد البشرية بدون رحمة، وده اللي خلى البشر انها تلجأ انها تبني جدران عالية تحميهم من العمالقة. وداخل الجدران انقسمت البشرية لثلاث مناطق: منطقة زراعية ودي كانت خاصة بالفلاحين، ومنطقة صناعية، ومنطقة خاصة بالطبقة الأرستقراطية ودي خاصة بالطبقة الحاكمة. وصمدت الجدران دي لمدة 100 سنة، وبعدها بيظهر ولد اسمه إيرين. وإيرين طفل بيحب العلوم والتكنولوجيا، بيكون ليه صديق وبنت اسمها ميكاسا ودي كانت حبيبته. وإيرين كان حلمه انه يستكشف العالم الخارجي. قدر إيرين انه يقنع اصدقائه بفكرته وانهم يخرجوا بره الجدران ويكتشفوا العالم الخارجي. وبيتسحب إيرين واصدقائه من غير الحرس ما يشوفوهم وبيقربوا من الجدران، لكن في اللحظة الأخيرة وقبل ما يهربوا بيشوفهم الحرس وبيقبض عليهم. وبيجي قائد الحرس وبيتكلم معاهم وإنه فاهم طموح الشباب وحب الاستطلاع واكتشاف العالم الخارجي، لكن أثناء كلامه معاهم بتتهز الأرض من تحتهم، وفجأة بيظهر من فوق الجدران وحش من الجبابرة، ولأول مرة بيشوفوا وحش بالحجم ده. والوحش كان بيطلع نار من بقه ومن كل جسمه، واللي اتثبت في حرايق في كل مكان. وبدأت الوحوش تكسر في الجدران، وبيأمر قائد الحرس انهم يبدأوا بالهجوم على الوحوش، بس بيفشلوا انهم يصدوا الهجوم، وبتقدر الوحوش انها تكسر الجدران وتعدي منه. وبعدها بتتوالى ظهور الوحوش من خلال الفتحة اللي اتعملت في الجدار، وكانوا شبه البني ادمين بس كان حجمهم اكبر منهم بكتير، لدرجة ان البني ادم كان بالنسبة لهم عبارة عن حشرة يا اما بياكلوها او بيفعصوها برجليهم. وسادت الفوضى في كل مكان، وبتفشل محاولات الجيش في صد الهجوم لان العمالقة ما كانش بيأثر فيهم حاجة، وبتلتئم جروحهم في الحال. وبتجري الناس علشان يستخبوا في قاعة كبيرة في المدينة، ومعاهم إيرين وميكاسا. وبيتزرق إيرين داخل القاعة بعيد عن ميكاسا بسبب اندفاع الناس، وميكاسا بتلاقي طفل رضيع في الأرض بيصعب عليها، ولما بترجع علشان تشيله بيهجم عليهم عملاق وبياكلهم هي والطفل. وفي الوقت ده إيرين بيكون محبوس داخل القاعة وبيشوفهم من الشباك من غير ما يكون في ايده حاجة يعملها. وبعد مرور وقت استولت العمالقة على جزء كبير من الأرض ومن الأراضي داخل الجدران، وقلت المساحة المخصصة للبشر لدرجة انه بقى فيه مجاعة لان الزراعة ما بقتش بتكفيهم، وما كانش قدامهم حل غير انهم يواجهوا العمالقة لمحاولة استرجاع الأرض تاني. وبيتم تحضير الجيش لمحاربة الوحوش، وبتستمر فترة تحضير الجيش لمدة 2 سنين. وبينضم للجيش إيرين وصديقه. بيكون إيرين عايز ينتقم لميكاسا لانه بيكون حاسس بالذنب لانه ما قدرش ينقذها. وكانت خطة قائد الجيش انه يعمل انفجار علشان يقدر يسد الفتحة اللي في الجدار اللي عملها العمالقة. وبيشرح لهم القائد انهم قدروا يخترعوا اسلحة بتمكنهم من الطيران، لانهم قدروا يعرفوا ان نقطة ضعف العمالقة خلف رقبتهم من الجزء الخلفي، ومنها بيموت العملاق وما بيقدرش يعيش تاني. وبيبدأوا يتحركوا علشان ينفذوا خطة الهجوم، وفي الطريق بيسمعوا صوت بكاء طفل، وبتتحرك واحدة منهم لانها بتعتقد ان ده طفل محتاج مساعدة. ولما توصل عنده بتكتشف انه طفل العمالقة، وبيحاول يمسكهم علشان ياكلهم. وبيحاولوا يهربوا لكن صوت بكاء الطفل بيصحي العمالقة اللي بيبدأوا بالهجوم عليهم. وبتكبر المشكلة لما قائد الجيش بيسيبهم وبيهرب بالأسلحة والجيش. وبيظهر صائد العمالقة في الوقت ده وبيبدأ ينقذهم ويقتل في العمالقة، ومعاه جندية شجاعة اللي بيكتشفوا بعد كده انها ميكاسا. ايوه ميكاسا، واللي بتكون فعلا لسه حية وما ماتتش. وبتظهر ميكاسا في صورة غريبة بدون مشاعر غير اللي اتعود عليها إيرين، واللي بيكون كل همها انها تنتقم وتقتل العمالقة. وبيكون ريتش صائد العمالقة هو اللي انقذ ميكاسا من العمالقة، عشان كده هي حية وما ماتتش. وبيدربها بعد كده على صيد العمالقة وقتلهم. وبيرجع القائد وبيشرح لهم انه اضطر يمشي علشان يحافظ على الأسلحة وما تتدمرش. وبيهجم عملاق على صاحب إيرين وبيحاول انه ياكله، وبيتشجع إيرين في اللحظة الأخيرة وبيفتكر كلام ريتش وبيحاول انه ينقذ صحابه، كأنه بيفقد ايده وبيبلعه العملاق. وبتشوفه ميكاسا وبتهاجم العملاق اللي اكل إيرين، وبتتحطم عربية ميكاسا أسلحتها وهي بتهاجم العملاق. لكن في الوقت ده بينفجر العملاق من جواه وبيخرج منه عملاق تاني بس ضد العمالقة وبيحاربهم وبيقتل فيهم. ويتضح ان العملاق اللي خرج هو إيرين.
وبيتضح بعدها ان والد ايرين كان عالم وكان حائل ايرين بمصل، وكان والد ايرين بيعمل تجارب سرية، وفي الوقت ده كان الفلاحين ممنوعين من اجراء اي تجارب او ابتكارات، لذلك في الوقت ده تم القبض عليهم من الجيش وحرقوا كل تجاربهم. وكان قائد الجيش عارف كل الكلام ده وعارف سر القوة اللي عند ايرين. وبعدها بيفوق ايرين بيلاقي نفسه اسير للقائد بالسلاسل، وكان ايرين مستغرب من تحوله العملاق. وبيظهر واحد من الجيش وبيتكلم عن مميزات ايرين، بس القائد بيطلق عليه النار وبيقتله. وقبل ما بيموت بيعرف ايرين ان قائد الجيش هو اللي موت ابوه وامه. وفي الوقت ده بيظهر عملاق ضخم وبيقتل كل اللي بيقف في طريقه، وقبل ما بيمشي بياخد ايرين معاه. وبعدها بيصحى ايرين يلاقي نفسه في مكان غريب وموجود ريتش صائد الوحوش، واللي بيتضح بعدها ان العمالقة اصلا من البشر وتم اجراء التجارب عليهم علشان يستغلوهم في الحروب، لكنهم فقدوا السيطرة عليهم، والوحيد اللي كان ممكن يعالجهم كان ابو ايرين بس مات، وانه حقن ايرين بالمصل علشان يساعد البشر ويظل خالد. وبيروح اصدقاء ايرين عشان ينقلوا القنبلة اللي فضلت علشان يأمنوا نفسهم عند الجدار، لكن ريتش بيوقفهم في الطريق لانه كان عنده خطة انه يدمر باقي الجدار علشان تضطر الناس انها تواجه العمالقة وتهزمهم، وبعدها يقضوا على الحكومة اللي هي اصلا السبب في كل ده. بس اصدقاء ايرين بيرفضوا الخطة لان في الوقت ده في ناس كتير هتموت ملهاش ذنب. وهنا بيحصل اختلاف ما بين ايرين وما بين ريتش اللي بيموت نفسه وبيتحول لعملاق، وهنا بيعرفوا ان العملاق اللي كان جه واخد ايرين هو ريتش، وبيبدأ قتال ما بين ايرين وريتش، واللي بيقدر ايرين انه يهزمه. وبعدها بيقدر يكمل الخطة ويفجر الجزء العلوي للجدار. وهنا بيظهر قائد الجيش واللي كان عايز الناس تفضل عايشة في خوف ورا الجدران، وان هو الوحش اللي ظهر في اول الفيلم ودمر الجدار، ويساعد ريتش ايرين ويفجر قائد الجيش. وبتتحقق في النهاية حلم ايرين وميكاسا، وبيشوفوا العالم الخارجي وبيشوفوا البحر. وهنا بينتهي الفيلم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. اشوفكم بخير.